الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، في هذه الأحوال يصلي على مركوبه من دابة وغيرها ولا ينزل إلى الأرض. ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وما لا يقدر عليه لا يكلف به، وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها، وصلى على حسب حاله، لحديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم يعني المطر، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي.